بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل شوربه العدس بالشعريه وعليها البصل المكرمل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ويسيب لي كومنت بذكر الله. هنشوف النهارده هنعمل شوربه العدس ازاي. هي سهله طبعا. انا هعملها للناس اللي ما بتعرفش تعملها او ما بتعرفش تظبطها. اتمنى الفيديو ما يكونش طويل عليكم ويعجبكم. يا ريت برده زي ما قلت تاني اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. قناتنا قناه المطبخ ونس مع ام ملك عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني هرجع لكم مع الوصفه. ورجعنا لكم تاني. النهارده هنعمل العدس زي ما قلنا، العدس بشعريه. انا هنا معايا من كل حاجه اتنين، معايا طماطمتين وبصلتين متقطعين وجزرتين متقطعين بطاطسيتين متقطعين، ومعايا فصين توم، ومعايا حوالي ربع كيلو عدس اصفر. طبعا معانا شعريه زي ما قلنا في الاول، هنعمله عدس بشعريه او شوربه العدس بالشعريه. تمام. ومعلقه سمنه. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنحط كل المكونات دي كلها مع بعض في الحله وعليهم 4 كوبايات ميه. اول ما يغلي هتهدي عليها النار وتسيبيه يغلي مع بعضه جامد عشان خاطر تعرفي تضربيه في الخلاط بعد كده. طبعا اول ما هيغلي وخلاص هضربه في الخلاط. هوريلكم الخليط بتاعه عامل ازاي. زي ما قلت في الاول، يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من قناتنا قناه المطبخ ونس مع ام ملك. استنوني هرجع لكم تاني. طيب ادي العدس اهو، سلقته وسبته يبرد. هنعمل فيه ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الخليط بتاعنا ده كله هنحطه في الخلاط وهنضربه خليه ينعم خالص. وبعدين هنحطه في الحله تاني. هنحط في الحله ديت قبل ما نضرب الخليط دوت وننزل بيه في الحله معلقه شعريه، معلقتين شعريه كبار او 3 بمعلقه سمنه، ونحمرهم ونروح حاطين عليه الخليط. هحمرهم معاكم وهضرب العدس في الخلاط وارجع لكم تاني. الشعريه اهيت انا حمرت 3 معالق شعريه في معلقه سمنه كبيره شايفينها كده، وخدت الخليط بتاع العدس ضربته في الخلاط. بعد ما حمرنا الشعريه اهو نزلنا بالعدس بتاعنا. شايفين القوام بتاعه. لو عايزه تخففي عن كده خففي براحتك. شايفين كده. حطيت معلقه ملح كبيره، ظبطي الملح بتاعك، ومعلقتين كمون صغيرين، ورشه شطه. تمام كده. هنقلبه وهنسيب الشعريه طبعا تطيب جوه شوربه العدس بتاعتنا. لو عايزه تخففي قلت خففي براحتك مفيش مشكله. لو عايزه تخففي عن كده. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. وطبعا معلقه السمنه اللي حمرت بيها الشعريه في الاول والتوابل بتاعتنا اللي حطيناها. وهعمل له دلوقتي بصله فرماها ومقطعاها صغير وهحمرها. استنوني بقى هرجع لكم. هغرف لكم العدس بتاعنا بعد ما يستوي. هما غلوتين وخلاص على كده يعني. وهقدم لكم الشكل النهائي للعدس. والعدس بتاعنا اهو بعد ما غرفناه عملت له بصل محمر. البصل قطعتها وحطيت عليها رشه ملح وعفرتها بحبه دقيق وحمرتها هيتنشف معانا اهي. تمام كده. العدس مفيد يا جماعه طبعا في الشتاء. الدنيا بقى لها يومين بتشتي عندنا. يا ريت ومغذي طبعا عشان خاطر المكونات بتاعته اللي انتوا عارفينها، وحلو لنزلات البرد. يا ريت ما كنتش طولت معاكم النهارده. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.